السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتناول موضوعا يثير اهتمام الكثيرين في الساحة الرياضية المغربية، وهو التشكيلة المرتقبة للمنتخب المغربي بعد عودة بعض الأسماء البارزة مثل إبراهيم دياز ونصير مزراوي. سنستعرض لكم كيف يمكن لهذه العودة أن تؤثر على أداء الفريق وتشكيلته، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير الفني وليد الركراكي بشأن لاعبين آخرين مثل حكيم زياش. في مؤتمر صحفي بمدينة الرباط، أوضح وليد الركراكي أن استبعاد حكيم زياش من التشكيلة كان قرارا فنيا بحثا بعيدا عن أي اعتبارات شخصية، فقد أكد المدرب أن زياش ليس جاهزا تماما لخوض المباريات، خاصة وأنه لم يشارك سوى في 20 دقيقة في المباريات منذ تعافيه من الإصابة. وهذا الغياب عن المنافسة لمدة تزيد عن شهرين يعني أنه بحاجة إلى استعادة لياقته ومهارته ليعود إلى الفريق الوطني بالشكل المطلوب، وبذلك يظهر الركراكي فلسفته الواضحة التي تعتمد على الجاهزية الكاملة للاعبين سواء من الناحية البدنية أو من الناحية الذهنية قبل استدعائهم للمشاركة في المباريات. وهذا المبدأ يعكس نهجا جديدا يعزز من التنافس بين اللاعبين ويضمن وجود لاعبين مستعدين تماما بعيدا عن الاعتماد على أسماء معينة فقط. عودة إبراهيم دياز ومزراوي تعد دفعة قوية للمنتخب. إبراهيم بلا شك أحد أبرز الأسماء التي اكتسبت خبرة واسعة من اللعب في الدوريات الأوروبية، مما يمنحه القدرة على قيادة الدفاع بحكمة وثقة. أما نصير مزراوي فهو يتميز بالسرعة والانضباط التكتيكي، ما يجعله خيارا ممتازا في الخط الخلفي ويتيح للركراكي مرونة أكبر في توظيف اللاعبين وفق خطة تكتيكية محكمة. ومن المتوقع أن يساهم اللاعبان في تعزيز توازن الفريق بين الدفاع والهجوم، مما يمنح المنتخب المغربي قوة إضافية على مستوى التشكيلة الأساسية ويزيد من فرصة تحقيق نتائج إيجابية في البطولة المقبلة، خاصة في التصفيات الإفريقية. ومن جانب آخر، أشار الركراكي إلى موقف من اللاعبين الذين يحملون جنسيات مزدوجة ويواجهون خيار تمثيل المنتخب بلدهم الأصلي. لقد قال بوضوح: من يريد اللعب لمنتخب المغرب فمرحبا به، ومن يتردد في اتخاذ القرار فلن يجد مكانا في الفريق. هذه التصريحات جاءت بعد تساؤلات عن بعض اللاعبين الذين لم يحسموا موقفهم بعد. الركراكي أعرب عن قناعته بأن المنتخب المغربي ليس بحاجة إلى الاعتماد على لاعب معين أو حتى مدرب معين لتحقيق الإنجازات، والدليل على ذلك هو الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 رغم قوة المنافسين. هذا النجاح يعود إلى وجود مجموعة من اللاعبين الذين لديهم الرغبة الحقيقية والحماس الكبير لخدمة المنتخب. الركراكي يعتمد استراتيجية تعتمد على الجهوزية الكاملة للاعبين وليس فقط على شهراتهم أو أسمائهم الكبيرة، وضرب مثالا بقوله إنه يمكن استدعاء لاعب مثل نايف أغرد وحتى لو لم يلعب 5 مباريات متتالية، وذلك بسبب كفاءته وضرورته للتشكيلة. ومن هذا المنطق اعتمد الركراكي على استدعاء زكريا بوخلال ليحل محل إلياس أخوماش الذي لم يستطع المشاركة بسبب الإصابة. إضافة إلى ذلك، وجهت الدعوة إلى آدم ماسينا للعب في مركز الدفاع، مما يدل على حرص المدرب على تأمين البدائل وضمان استمرارية التوازن في الفريق. تشير التوقعات إلى أن التشكيلة تتضمن مجموعة من الأسماء الشابة ذات الأداء العالي إلى جانب اللاعبين ذوي الخبرة مثل إبراهيم دياز ومزراوي، ويعكس هذا النهج التوازن الذي يسعى الركراكي لتحقيقه في الفريق، حيث يكون هناك توازن بين الحماس الشبابي والخبرة. وبالنظر إلى الإحصائيات فإن المنتخب المغربي يقدم أداء مشرفا في التصفيات الإفريقية ويحظى بدفاع قوي وهجوم منظم، مما يعطي الأمل للجماهير بتحقيق المزيد من النجاحات في البطولة المقبلة. إذن نحن أمام مرحلة جديدة ومشوقة للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي. عودة إبراهيم ومزراوي تفتح آفاقا واسعة للفريق، ولا يزال باب المنتخب المغربي مفتوحا أمام كل لاعب جاهز للالتزام والتفاني في سبيل رفع راية المغرب. شاركوا معنا آراءكم في التعليقات وكونوا جزءا من النقاش حول تشكيلة المنتخب القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للإشعارات ليصلكم كل جديد حول أخبار المنتخب وتحليلاته.